إذ نؤكد تمسكنا بالثوابت العربية وعلى رأسها عدم المساس بسيادة الدول العربية على الأراضي العربية كمبدأ أساسي في العمل العربي المشترك. نعرب عن رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأمريكية الصادر بتاريخ 25 مارس آذار 2019 بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان واعتباره باطلا شكلا ومضمونا. مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة. أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها. هذه الانتخابات الرابعة في تونس أو حتى الخامسة في الحقيقة، وكلها انتخابات ما اعترض عليها حتى حد. لأول مرة يقع اعتراض، دليل على أن معناها الديمقراطية ما زالت تحتاج إلى قيد باش تتعمق في نفوس كل الأحزاب وكل التوانسة، باش ما يغضب حد نهار اللي يفشل كما يفرح نهار اللي ينجح، ما يلزم يتحمل وقت اللي يفشل. وعلى كل حال ما دام الديمقراطية مستمرة في البلاد فالجميع رابحون. لأن فأني أدعوكم صاحب السيادة بأن تتكرموا وتتفضلوا بالانتقال من موقعكم إلى حيث أداء اليمين الدستورية
لنشهد جميعا على ذلك، ثم تتفضلون بتوجيه كلمتكم إلى الشعب التونسي. تفضلوا سيد الرئيس. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها. والسياسي لليبيا على أحسن وجه، وبالتالي مشاركة هذه الدول في مسار برلين مهمة جدا. ونعم، وهو أيدني الفكرة وقال سأتقاسم هذا الموضوع مع المستشارة الألمانية ماركل، وهذا موقفنا. أحمد الوسلاني للإذاعة التونسية. سؤالي، تم التطرق إلى الوضع الليبي من مختلف جوانبه، وإذا كان صدر موقف غير هذا من تونس أو من خارج حدود هذا الوطن العزيز، فهو لا يلزم إلا من صرح به أن تونس وكل التونسيين والتونسيات الأحرار حريصون وحريصات على سيادة وطننا وعلى استقلاله وحرية قرار الدولة التونسية، وهو أمر لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات أو نقاش، ولا توجد ولن توجد أي نية للدخول لا في تحالف ولا في اصطفاف.